بسم الله الرحمن الرحيم. دي تورتاية عيد ميلاد ندى بنتي يوم 17/3 وانا عيد ميلادي 15/3، فاحتفلنا بيها مع بعض. انا جالي هدايا تانية كتير، لو عايزين تشوفوها اكتبولي في الكومنتات. اول حاجة هنعملها هنعمل كفتة الرز، وهنعمل بطاطس مقلية وبيض ورز برضو وسلطة وحاجات تانية كتير هنعملها، وملوخية برضو. دي الملوخية هعملكم الملوخية بطريقة جديدة. اول حاجة هنعمل كفتة الرز. كفتة الرز دي انا عاملاها باقل من ربع كيلو لحمة، ودي كوباية رز واحدة غسلتها وضربتها في الخلاط، واللحمة حطيت عليها بصلة وتومة وشبت، والرز اللي انا طحناه الرز نشفاه وطحناه وضربته كله، وعملت الكفتة وقليتها في الزيت الاول، وبعدين عملت بطاطس خضار وحطيتها في البطاطس. قبل البطاطس ما تستوي حطيت الكفتة، وكانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم؟ يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في الاكل بتاعي ايه، واللي بيجرب حاجة واللي حابب يجرب حاجة يقول لي عليها، واللي مش فاهم حاجة يسألني برضو. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة، هتشوفوا حاجات كتير تعجبكم. هنعمل برضو حاجات تانية دلوقتي، مش عارفة بقى انتوا اكيد اللي بيعمل الملوخية بالطريقة دي يقولي. انا حطيت في الكبة طماطمايه وبصلة وتومة والملوخية، ضربت كله في الكبة، وده توم. حطيت الملوخية على النار بشوية شوربة، وحطيت عليها شوية التوم دول، وممكن تحط التوم في الكبة برضو عادي، وتقلبي وتطفى الملوخية وهي خضرة، وتعملي لها الطشة بتاعتها، بتبقى جميلة قوي. انا عملت لكم الملوخية قبل كده بطريقة تانية، ودي بطريقة. اختاري الطريقة السهلة اللي تحبيها. انا من حبي في الملوخية بعملها بطرق كتير، كذا طريقة بعمل بيها الملوخية. وده بيض وبطاطس مقلية. البطاطس بقطعها بغسلها واقطعها بالشكل ده وتتسلق مع البيض، ولما تتسلق بعمل لها الخلطة دي واقليها. جربت اعمل لها الخلطة دي واقلبها فيها كده واقليها، بس بصراحة الدقيق بيتحرق في الزيت، فقليت الباقي من غير الخلطة دي. بس بعد البطاطس ما تتقلي تحط عليها توم وبهارات وملح، بتبقى جميلة كده. وشرت البيض وقليته. لو انت عايزة تقلي برضو اقلي، مش عايزة تقلي عادي، في حد بيحبه كده وحد لا. وتعمل السلطة مع الأكلة دي، تبقى جميلة جدا واقتصادية وحلوة خالص.